السلام عليكم، معاكم عبد الرحمن إبراهيم. الفيديو اللي معانا النهاردة هيفيد كل شخص مهتم بالمنح والكورسات والبرامج والسيشنات والمسابقات، وكل ده مجانا، وكمان في مجموعة للمناقشة والاستفسارات وحاجات تانية كتيرة جدا. الأسطورة بتقول إن في سؤال عند أغلب حضراتكم، وهو إيه مجموعة مناقشة دي؟ يعني إيه مجموعة مناقشة؟ بص يا سيدي، اولا كده القناة دي بتقدم مجموعات على الواتس بتساعدك مجانا في اي حاجة. هتقولي يعني ايه في اي حاجة؟ هقولك. بص، طبعا انت عارف يعني ايه مجموعة على الواتس، وطبعا بيبقى في ناس ماسكين المجموعة دي ايا كانت هي ايه او بتقدم ايه، وبيبقوا مسؤولين عن كل الحاجات اللي بتتنشر داخل المجموعة ايا كانت مجالها ايه. ده بالنسبة لأول سؤال، يعني ايه مجموعة على الواتس. تاني سؤال، وهو يعني ايه بتساعدني في كل حاجة؟ هقولك. بص، ببساطة هقولك بكل بساطة زي ما قلتلك من شوية، كل مجموعة بيبقى ليها ناس مسؤولين عن كل حاجة بتنزل داخل المجموعة دي، وبينزلوا بانتظام داخل المجاميع. فكل مجموعة ليها تخصص معين، وكمان كل مجموعة ليها ناس معينة ماسكينها عشان ينزلوا بانتظام كل يوم. بص، علشان ما تتوهش مني هديلك مثلا يعني مجموعة مسؤولة عن المنح كمثال. يعني الناس اللي ماسكين المجموعة دي اللي هي اللي بينزلوا فيها منح، بينزلوا كل المنح الدراسية الموجودة في العالم، إن كانت إعدادية أو ثانوية أو جامعات أو بكالوريوس أو دكتوراه. كل المنح أيا كانت بدون مبالغة بتنزل داخل المجموعة. مهمة الأشخاص اللي ماسكين المجموعة إنهم ينظموا المنح وينزلوا بانتظام كل يوم، علشان ما تتوهش داخل المجموعة وتبقوا فاهمين كل حاجة داخل المجموعة. كده احنا جاوبنا على الأسئلة اللي بتدور في دماغ حضراتكم. ندخل بقى في أساس الفيديو بتاعنا النهاردة. أولا كده الكوميونتي اللي معانا النهاردة، وكوميونتي يعني مجموعات على الواتس علشان الناس اللي هتسأل في التعليقات. الكوميونتي اسمه يلا نطور، وهقول لك نفس الكلمة، سيبك من الاسم، المهم الفاليو اللي داخل الكوميونتي. يعني ما تفكرش في الاسم كتير، اهم حاجة القيمة اللي هتلاقيها داخل المجموعة دي، لان اهم حاجة لازم تعرفها هو انت داخل تعمل ايه وايه اللي هتتعلمه. فبالنسبة ليلا نطور اول مجموعة معانا. طب قبل ما نبدأ شرح الكوميونتي، الوصف بتاع الكوميونتي اللي الاشخاص داخل المجموعة دي حاطينه، الكلام يعني اللي هم كاتبينه في الوصف، بيقولوا الكوميونتي ده هيساعدك لو انت مهتم بالتعليم، او لو انت بتدور على تيم ينمي مهاراتك، او لو عايز تتعلم لغة او اي مهارة تانية ومش عارف. دلوقتي تيم يلا نطور هيساعدك تبدأ تطور من نفسك او تتعلم اي مهارة جديدة نفسك تتعلمها، وحاجات تانية كتيرة. وكمان نسيت اقول للناس اللي عايزين يتطوعوا مع تيم يلا نطور على الواتس، شوفوا كوميونتي يلا نطور بيقول لكم ايه. دلوقتي احنا فاتحين فورم التطوع، وتقدر تتطوع في اي مجموعة انت شايف نفسك كويس فيها. بالنسبة للناس اللي مش فاهمين حاجة، في فيديو على القناة اسمه ازاي تتطوع مع كوميونتي، هسيبه لكم في الوصف، شوفوه لو انتم مش فاهمين حاجة. ده مش فاهمين حاجة بالنسبة للتطوع، يعني الفيديو ده هيفيدكم جدا. المهم بالنسبة للمجموعات داخل يلا نطور، المجموعة الأولى اسمها إنجليزي، وطبعا باين من الاسم، وبرضو الناس اللي متابعين الفيديوهات على القناة فاهمين قصدي. بمعنى طالما قلت مجموعة داخل كوميونتي لتعلم أي حاجة، مثلا اللي معانا النهاردة لتعلم اللغة الإنجليزية، اعرف على طول إنك هتتعلم الإنجليزي بكل الطرق الموجودة في العالم. بص، علشان ما تتوهش مني، داخل مجموعة تعلم اللغة الإنجليزية هتلاقي منح مجانا من البيت وبشهادات معتمدة وموثوقة تثبت حضورك المنحة، وكمان هتلاقي كورسات مجانية ومن البيت، وكمان هتاخد شهادات معتمدة وموثوقة تثبت حضورك الكورس، وبرضه سيشنات وبرامج وكامبات، وكلها طبعا بشهادات معتمدة وموثوقة تثبت حضورك وتخليك تقدر تعمل سي في قوي يخليك تتقبل في اي حاجة بتقدم عليها، وبرضه نصائح وتريكات هتساعدك في التعليم بكل سهولة. وكل ده مجانا ومن البيت، مش هتضطر لدفع اي جنيه. ده كله داخل المجموعة الاولى اللي هي لتعلم اللغة الانجليزية. تاني مجموعة معانا وهي للكتب، وطبعا مش هنكرر نفس الكلام، انت فاهم، بس المختلف في مجموعة الكتب انك هتلاقي كل الكتب اللي انت عايزها PDF، وتقدر تحملهم وتسمعهم في اي وقت، وكمان ملخصات لكل الكتب، وكمان هتتعرف على كل الكتب المترجمة والعربية ونصائح وغيرها كتير جدا.
تالت مجموعة معانا وهي المحادثة، وهي طبعا أهم مجموعة من وجهة نظري. ليه؟ لأنها هتساعدك تتعرف على ناس كتير من مختلف البلاد واللغات، وكمان هتستفاد من خبراتهم، وكمان هتتعلم منهم حاجات كتيرة هتساعدك في حياتك. رابع مجموعة معانا وهي العائلة، اسمها العائلة يعني. وطبعا هتقولي يعني ايه مجموعة اسمها العائلة؟ هقولك هما مسمينها كده لأنك تقدر تقول عليها إنها زي مجموعة المحادثة ولكن مختلفة شوية، بمعنى ممكن تلاقي منح أو كورسات أو برامج أو سيشنات أو كامبات وفرص كتيرة جدا غيرهم. وهنا بقى في سؤالين مهمين. أول سؤال، ليه مفيش لكل فرصة مجموعة؟ وهشرح يعني إيه لكل فرصة مجموعة. والسؤال التاني، بينزلوا منح وكورسات وبرامج وكامبات لإيه؟ يعني عن إيه برضو؟ هقولك. بص، نمسك أول سؤال، ليه مفيش لكل فرصة مجموعة؟ بكل بساطة هتفهم ليه في السؤال التاني، ولكن في نقطة مهمة جدا حابب أوضحها لحضراتكم، وهي إن كل ما المجموعات زادت كل ما هم محتاجوا ناس أكتر لإدارة المجموعة دي أيا كانت هي إيه. وفي نفس الوقت أنت محتاج مساحة كبيرة على التليفون، لأن كل ما المجموعات زادت كل ما احتجت مساحة أكبر. وهتفهم برضو ليه مجموعة واحدة في السؤال التاني. وهم بينزلوا منح وكورسات وبرامج وكامبات ليه أو عن إيه؟ عن أي مجال يعني؟ بص هقولك، هم عاملين مجموعة واحدة ومسميينها العائلة لأنهم ما بينزلوش منح وكورسات وكل الحاجات اللي أنا قلتها لحضراتكم دي لمجال معين. هتقولي يعني إيه؟ هقولك مثلا جه قدامهم الأشخاص يعني اللي ماسكين المجموعة دي مثلا منحة مجانية فبيقوموا باعتينها، مثلا كورس مجانا عن أي مجال بقى بيقوموا باعتينه، مثلا ايفنت مجانا فبيبعتوه، وهكذا بقى. هما بيحاولوا يساعدونا بأي حاجة يلاقوها مجانا وحلوة هتناسبنا فبيبعتوها. فهم مش متخصصين في مجال معين، علشان كده سموها مجموعة العائلة وبس. اتمنى حضراتكم تكونوا فهمتوا السؤال، واي حد من حضراتكم واقف معايا سؤال يكتبهولي في التعليقات. وشوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه واكتبولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.